كيفكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله يا رب تكونوا تمام وتكون الفيديوهات اللي انا قدمتها لكم الفتره اللي فاتت تكون كانت مفيده ليكم، بتساعدكم لو كنتوا بتخسوا او بتفيدكم وبتزود لكم معلومات. فيديو النهارده مهم جدا، كل الناس بتسال فيه او كل الناس عندها حيره فيه وعندها مشكله فيه. حتى الحالات اللي انا بتابع معاهم لما كنت باجي نبتدي رحله مع بعض كانوا دايما يقعدوا يقولوا لي انا خسيت قبل كده 10 كيلو ورجعت زدتهم تاني او زدت اكتر منهم. فبيكونوا فاكرين ان في مشكله في جسمهم، ان جسمهم هو المشكله، جسمهم هو اللي مش قابل ان هو يخس وكده. ففي فيديو النهارده هقولك ان المشكله ابدا ابدا مش في جسمك، هي بس شويه حاجات انت بتعملوها غلط. هديكم النهارده 5 اسباب هي السبب في ان انتوا رجعتوا تتخنوا تاني او تخنتوا اكتر من الاول. اول سبب ان احنا ما غيرناش اللايف ستايل بتاعنا. بمعنى ايه؟ انا لما باجي اخس بغير اللايف ستايل بتاعي، يعني ببدا ان لو باكل مثلا رز كتير ابيض او عيش ابيض كتير او باكل دهون كتير ببدا ان اقلل كل ده. باكل مثلا مشويات، باكل سلطات، باكل شوفان، باكل الحاجات دي. فانا غيرت اللايف ستايل بتاعي، غيرت نوع الاكل وكميه الاكل اللي بتدخل لجسمي. فلما اجي انا مره واحده خلاص خلصت دايت وخسيت الحمد لله وكله تمام، ادخل بقى تاني لجسمي، خد رز ابيض تاني، خد عيش ابيض تاني، خد بطاطس مقليه تاني، خد. هو هيعمل ايه في الاكل ده؟ ما الاكل ده هيرجع تاني يخش فيه، فهيرجع تاني ان هو يتخن. فده اول سبب، ان انتي فاكره او انت فاكر ان احنا طالما ان احنا خسينا فهنرجع بقى تاني زي الاول. لا خالص، ما نرجعش زي الاول، لازم ان احنا نغير اللايف ستايل بتاعنا. تاني سبب، في مرحله يا جماعه بتابعها مع حالاتي واي دكتور لازم يكون بيتابعها مع حالاته، اسمها مرحله التثبيت. انا دلوقتي اخدتك مثلا عايزه تخسي 20 كيلو، خسينا 20 كيلو ومثلا بقينا 50 كيلو، بقى كله تمام وانت مبسوطه وانا مبسوطه وزي الفل. اللي اصعب من ان انا اخسسك هو ان انا اثبتك، ان الوزن ده انا هقعد معاكي شهر او شهر ونص او شهرين كمان، مش بنحاول، احنا بنثبت الوزن ده. انا شهرين انت وزنك 50 كيلو، ولا بتنزلي ولا بتزيدي. فدي مرحله مهمه جدا اسمها مرحله التثبيت، واكتر الناس بتقع فيها خصوصا لو انت مش بتتابعي مع دكتور تخسيس. يعني لو انت قررتي لوحدك ان انت عايزه تخسي وبعد ما خسيتي ووصلتي الوزن اللي انت عايزاه وكله تمام، مش بتحطي مرحله التثبيت دي، او مش بتعرفي اصلا ان انت تعمليها لان انت ما عندكيش المعلومات الكافيه اللي تخليكي تثبتي وزنك. فبالتالي ترجعي تاني تزيدي اللي انت خسيتيه، بل كمان ممكن تزيدي اكتر. فده السبب التاني. السبب التالت هو ان انت كنت عامله دايت قاسي جدا. بمعنى ايه؟ في انواع كده من الدايت بتكون قاسيه، مثلا 900 كالوري او 750 كالوري، دي حاجه قاسيه جدا جدا. واصلا ساعات الجسم بيبقى هنا شبه مرحله خطر، فمش بيخس او بيخس بس اول ما انت تدخليله اكل حتى لو كان صحي بيبدا ان هو يخزنه دهون، لان هو خايف لا تجوعيه تاني زي ما جوعتيه في الفتره دي. ف او ان انت تكوني خسيتي وكله تمام ودخلتي تاني بشراهه على الاكل، يعني بعد ما كان مثلا بتاخدي 750 كالوري بقيتي تاخدي 2500 كالوري. فده طبعا هيزود الوزن، ما انت معوده جسمك على 750، فهيزود الوزن طبعا لما انت تزوديهم قوي كده. فالدايت القاسي وبالذات كمان اللي مش بيكون فيه عيش، مش بيكون فيه مكرونه، ما فيهوش رز، ما فيهوش حاجات كتير، انت بتاكلي مثلا بروتين بس، او انه احنا كنا مثلا بنخس مدخلين للجسم 1500 كالوري. دي حاجه طبيعيه جدا على فكره، 1500 تمام، من 1500 ل 1700 انت كده في التمام وبتخسي بطريقه امنه وصحيه. بس انا كنت معوده جسمي على 1500 كالوري وفجاه ابدا ادخله تاني 2500 كالوري. لا، عشان كده بقول ان احنا لازم نتابع مع دكتور. وده هياخدنا للنقطه اللي بعديها، ان انت بعد ما خسيتي قررتي ان انا خلاص، لو كنت بتتابعي مع دكتور، ان انا مش هتابع مع دكتور، او ان انت كنت معتمده على نفسك. وجود دكتور يتابع حالتك ده مهم جدا جدا. مهم ليه؟ علشان اولا هو هيكون عارف حاله جسمك، عارف جسمك بيتخن ازاي، بيخس ازاي، محتاج ايه، فهو هيكون عارف ده، وهو عنده المعلومات الكافيه اللي تخليكي تثبتي زي ما انت.
وهيديكي كمان يعني انا مثلا لما بنخس ويبقى كله تمام، انا بدي او بقول كده حيله للحالات اللي عندي، انه مثلا انت دلوقتي هدخلك كالوريز في اليوم 1700 كالوري، ليكي مثلا 50 جرام بروتين وليكي 35 جرام فاتس. فببدأ ان انا اعلمهم ازاي يحسبوا الجرامات دي، وازاي يحسبوا الاكل بتاعهم، انه ده الكالوريز اللي انتم محتاجينها، وبتتوزع على مدار اليوم. وبياكلوا ساعات كمان الحاجات اللي هم عايزينها، ممكن ياكلوا فاست فود، ممكن ياكلوا حلويات، بس اهم حاجه ان احنا نكون حاسبينها سوا. فبنبدا ان احنا نتابع. طب هل معنى ذلك ان انا هفضل طول حياتي اتابع مع دكتور تغذيه وادفع له استشاره وكل ده؟ لا 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 خالص، ده مش معناها كده خالص. انت بس تبداي انت تتابعي معاه بعد ما بتخسي 3 شهور او 4 على حسب حالتك ايه. يعني مثلا لو انت كنت حاله سمنه هتبداي ان انت تتابعي معاه مثلا 4 شهور، شهرين تثبيت وشهرين يبدا ان هو يتابع معاكي، بس مش كل يوم، من فتره للتانيه يشوف حالتك انت ايه. واللهم صل على سيدنا محمد ويبدا ان هو يعلمك. الشهرين دول بيكونوا اكترهم تعليم ليكي، بيعلمك انت هتمشي ازاي، تاكلي ازاي، تعملي ايه، تحسبي الكالوريز بتاعتك ازاي. فهي دي الاسباب اللي بتخليكم تتخنوا تاني بعد ما بتخسوا. فاتمنى ان شاء الله يكون الفيديو يفيد لكم. اتمنى ان انتوا لو بتخسوا دلوقتي ان انتوا توصلوا لاحسن نتائج باذن الله، وتفرحوا كده بجسمكم. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد.